السلام عليكم يا شباب، معكم روماني من قناة بلاك شارك. النهاردة هنتكلم على ابلكيشن حلو قوي على التليفون اسمه كناش. برنامج كناش ده، ابلكيشن كناش ده للتجار، بمعنى اني انا راجل صاحب محل او تاجر بتاجر في بضاعة معينة. فالبرنامج ده مفيد قوي لان هعرف معاملات التجار كلها من عندي من على التليفون، وهعمل لها رفع للملفات، وهعمل لها كل حاجتها اللي انا عايزها. اولا هنتكلم على الملف الشخصي بتاعنا. الملف الشخصي دي معلوماتي الشخصية. اسم المحل بتاعي اسمه مرات اكس، وده رقم التليفون طبعا اللي احنا بنتكلموا عليه، ملناش دعوة بيه. تمام. هنرجع هنا تغيير اللغة، لو عايز اللغة عربي او انجليزي او فرنساوي. قفل التطبيق لو انت عايز تعمل له رمز تقفل بيه او تفتح بيه، مكون من 4 ارقام. دي حاجة ترجع لك انت طبعا. لو حد بيمسك تليفونك فمش عايزه يبص على التطبيق ده اللي فيه او الابليكيشن اللي فيه، فده بتعمل له رمز مكون من 4 ارقام. هنتكلم عن النسخ الاحتياطية. نسخ تلقائي، هو بيعمل لك نسخ تلقائي حالة اكتمالية النسخ الاحتياطي. يتم النسخ الاحتياطي لبياناتك تلقائيا متى كان هاتفك متصلا بالانترنت حالة اعادة تهيئة هذا الهاتف. هو بيعمل لك نسخ احتياطي للحاجة، للبيانات الداتا بتاعتك اللي على الابليكيشن وانت متصل بالنت. وطبعا مفيش تليفون دلوقتي مفيهوش نت يعني. هنا الاخيرة ديت لو عايز تحذف البرنامج، هنا هو بيعمل لك شكل كارت كده. لو دوسنا على تعديل ديت، فاهمني، بيعمل لك شكل كارت اللي هو ايه للمحل بتاعك، او بيديك 3 اشكال للكروت. لو عايز تحملها عندك على التليفون بتدوس تحميل وبتطبعها انت، لو حابب ايه الكلام ان انت تطبعه يعني. مشاركة مع زملائك، هنا لو انت حابب تشارك التطبيق بتاعك على الابليكيشن على مثلا تروكولر، شير ميم، الكلام ده كله على الواتساب، ايا كان اللي انت البرنامج اللي انت حابب تشارك عليه يعني. تمام. دي بالنسبة للملفات والمعلومات. طيب لو دخلنا على الحسابات، هنا بقى عندنا دخلنا في الجد شوية يعني. لو عجبكم الابليكيشن يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس. هندوس هنا اضافة عميل، هندوس اضافة عميل جديد. هنقوله مثلا اسم العميل ابراهيم. رقم الهاتف 012 مثلا، ايا كان الرقم، وهندوس تأكيد. طيب دلوقتي ابراهيم انت عملت له شغل مثلا ب5000 جنيه، فانت هتدوس اعطيت 5000 جنيه، تكتب هنا الدين 5000. الملاحظات، ايا كانت الملاحظات بتاعتك في الشغل اللي انت عايز تكتبها، مثلا انا هكتب ان ده الاجمالي وخلاص. تمام. اليوم يوم 14/4. تمام. هنا لو حابب تضيف صور بتاع الكلام ده كله، بتخش بتضيف الصور اللي انت عايزها، هتدوس تسجيل. تمام. خلاص احنا كده ضفنا العميل، هندوس انهاء. طب جه العميل دفع لي فلوس عربون من حساب الشغل بتاعه، فهنكتب تسلمت. طب ابراهيم دفع عربون كام؟ دفع مثلا 1000 جنيه. هنكتب هنا في الملاحظات عربون. طب دفع العربون يوم كام؟ برضو دفعه يوم 14 اللي احنا اتفقنا فيه على الشغل. تمام. هندوس تسجيل، انهاء. هنا بقى تحت بيقول لك هو دفع الحساب بتاعه 5000 جنيه. ده لو عايز تعمل له حذف او تعديل والكلام ملناش دعوه بيه. هو بيديك هنا الاجمالي تحت كام؟ 5000 جنيه. طيب في اليوم والساعة والتاريخ والكلام ده كله اللي احنا طبعا بنسجل فيه الفيديو دلوقتي، هو دفع 1000 جنيه اللي هي بالاخضر. تمام. طيب هو خصم اوتوماتيك 1000 جنيه ديت من 5000 جنيه، بقى طالع عندك الاجمالي فوق اهو بالاحمر 4000 جنيه ده اللي عليه دلوقتي. فالبرنامج ده يا جماعة للتجار جميل جدا. طب دلوقتي ابراهيم جه بعد يومين وقام دافع مثلا 2000 جنيه. هنقول تسلمت 2000 جنيه.
هنا هنكتب دفعة. اليوم كام؟ احنا في يوم 14. طب هو جه بعدها بيومين، يعني يوم 16 او يوم 17 مثلا، نقول يوم 17. الترتيب وهندوس تسجيل انهاء. هنا اوتوماتيك اما نزل ال2000 جنيه يبقى ابراهيم اداك 2000 و1000 عربون، ادي 3000 جنيه. من 5000 جنيه اتفضل عندك فوق ال2000 جنيه الاجمالي. فالبرنامج ده حلو جدا 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 للتجار. فلو عجبك البرنامج ما تنساش الاشتراك في القناة، وتدوس لايك وشير وكومنت. لو في اي استفسار عن اي حاجة انا تحت امركم في اي وقت. شكرا لكم يا جماعة.